تحليل معمق الجزء الثاني، عقلية البروفيسور، موسيقى أرطغرل والنائمين في الطاحونة. غنكملوا التشريح ديالنا. هادشي كيف ما قلنا ماشي هجوم، هادشي تفكيك ديال واحد السيستم، استجابة لتحدي ترفع في العلن. وبغيت دوك الناس الخبراء كي كذاب كيقول الصراحه شوفوا في عيني مزيان ملي نكون كندير هاد لافيديو. وواجب باش ننبهوا الناس اللي مازال ما عارفين شنو واقع. أولاً، عقلية البروفيسور، تنسبيريت من البروفيسور. في البودكاست ديالو مع المقاول، الصفراوي لاح واحد الجملة اللي هي مفتاح باش نفهموا كل شيء. قال: شفت كاع داكشي اللي يقدر يوقع. واحد الطابلو فيها البروجي كامل تاع اللي ديال مرسوم طاق 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 دخل هذا يسر شفت كاع داكشي اللي يقدر يوقع. هذا وقع له مشكل مع هذا تانسبيريت من البروفيسور. هذا وقع ليه مشكل مع هذا، تنسبيريت من البروفيسور. درتي مايند مابينغ. هادي ماشي هضره عاديه، هادي اعتراف صريح بالعقليه اللي خدام بها. وبغيت دوك الناس الخبراء شوفوا في عيني مزيان ملي نكون كندير هاد لافيديو. اولا، تحليل عقليه البروفيسور. شكون هو البروفيسور اللي كيهضر عليه؟ ماشي بروفيسور ديال الجامعه، هو كيهضر على ديك الشخصيه السينمائيه، بحال البروفيسور ديال لا كازا دي بابيل. واحد العقل المدبر كيشوف راسو فوق كل شيء، كيرسم الخطه كامله في دماغه وكيشوف الناس اللي معاه مجرد ادوات او بيادق في واحد رقعه شطرنج كبيره هو اللي كيتحكم فيها. النظره الفوقيه، ملي كيقول لك تنسبيريت من البروفيسور، هو بطريقه غير مباشره كيقول لك انا هو العقل المدبر وانتوما هما المنفذين. هو ما كيشوفش الاعضاء كشركاء او تلاميذ، كيشوفهم كادوات لتنفيذ الخطه ديالو. هادشي كينسف ديك الهضره ديال حنا عائله وكنتعلموا من بعضياتنا. التخطيط الممنهج للخداع، قولة درتي مايند مابينغ هي الأخطر، كتعني أنه خطط لكاع السيناريوهات المحتملة. إلا وقع هاد المشكل، ها شنو غندير؟ إلا عاقب هاد الثغرة، ها باش غنغطيها؟ إلا بداو الناس كيتشكاو، ها كيفاش غنفكتهم؟ هاد الشي كيبين أن كل شي كان محسوب، بما فيه حتى الفشل ديال الأغلبية. كيفاش هاد العقلية تطبقات على أرض الواقع؟ انا بغيت نعرف. عزل الجروبات في ديسكورد، هذه هي أول حركة كيديرها البروفيسور. فرق تسد، باش حتى واحد ما يعرف شنو واقع في الجروب الآخر، وكل واحد كيحسبوا ليه المشكل غير عنده هو. سيستم ديال ليفلات، هذه هي الجزرة اللي كيبقى يلوح ليك، كتبقى تجري باش تطلع من ليفل، وهو عارف أن الأغلبية عمرها غتوصل، ولكن داك الأمال كيخليك خدام في الطاحونة ديما على أمل الضربة الكبيرة اللي عمرها غتجي. والوعد بالهدف الأسمى The Ultimate Goal، بحال البروفيسور اللي كيواعد الفرقة ديالو بالكنز الكبير، الصفراوي كان كيواعدهم بالصاص ديال البارطاج، الكوركينغ سبيس، العالمية، وعود كبيرة وبعيدة كتخليك تصبر على العذاب اليومي. هادشي بحال شي شفار كبير بغى يسرق بنكة وجمع معاه 10 ديال الدراوش. قال لواحد فيهم انت غتبقى تحفر في الساس بالفرشيط، والواحد اخر قال له انت غتبقى تحسب لي النجوم باش نعرفوا وقتاش ندخلوا، والواحد ثالث قال له انت غتبقى تغني باش تلهي البوليس. وهما مساكن كيضربوا تماره، كيحسب ليهم راهم جزء من خطه عبقريه، وفي الحقيقه هو غير كيلهيهم وكيتسناهم يعياو باش يهرب هو بالفلوس اللي ديجا مخبيها. هاد الشيء هو المايند مابينغ ديالو. درتي مايند مابينغ. ثانيا، تسويق النصب بالبطولة. واحد الملاحظة ذكية هي استعمال الصفراوي المستمر الموسيقى ديال المسلسل التركي أرطغرل في اسطوريات التسويقية ديالو. هذه ماشي اختيار عشوائي، هذه أداة سيكولوجية قوية. شنو كتمثل هاد الموسيقى؟ كتمثل البطولة، الفتح، الجهاد، القيادة، بناء إمبراطورية من والو، رجل صالح كيحارب الأعداء وكيقود القبيلة ديالو للنجاح. التلاعب النفسي، ملي كتسمع هاد الموسيقى وكتشوف معاها تصاور ديال الأرباح واخا تكون مزورة وديال العمرة، دماغك كيدير واحد الربط لا واعي، ما كتبقاش تشوف فورماسيون، كتولي تشوف راسك كتلتحق بواحد القبيلة ديال الفرسان، والقائد ديالها هو أرطغرل الصفرابي اللي غياخد بيديك ويحارب معاك الفقر ويوصلك لأرض الميعاد ديال الدولار. هاد التكتيك كيخليك تطفي العقل النقدي ديالك وكتخدم غير العاطفة والحماس، كتولي باغي تكون جزء من هاد الملحمة البطولية. مثال توضيحي،
هادشي بحال شي عطار في جامع الفن باغي يبيع لك قرعه ديال المطروبيني على انها دواء سحري كيداوي كل شيء، ولكن باش يبيعها لك ما كيجيش يقول لك شري الماء، كيجيب معاه جوج دراري لابسين بحال ابطال رومان وكيضربوا التعارج وهو لابس بحال شي حكيم قديم وكيهضر بصوت عميق. انت كتنبهر بديك المسرحيه وكتشري القرعه ماشي على قبل الماء اللي فيها، ولكن على قبل الفيلم اللي شفتي. ثالثا، المقاول والنائمين في الطاحونه. نرجعوا للمقاول، في الفيديو ديالو هو ما كانش غير كيدافع على راسو، لعب دور الضحيه، كيقول ربحت صداع، بنادم كان طايح كياكل في الشحت ما بغيتش نزيد عليه. علاش ما دويتش قبل؟ حيت كان كياكل في الشحط. وانا اعدى حاجه عندي الاخوان هي يكون واحد الشخص طايح وتزيد تعفس عليه، خليه تتبرد. انا عيطت للاخ محمد بلا ما نقول لكم شنو دار بيني وبينه، شنو كان كيدور ليه في راسه. حنا الاخوان قبل كل شيء حنا مسلمين، وفاش هضر معايا وكان كيدوز من صعوبات ماشي صعوبات. هذه محاولة باش يكسب التعاطف ويحول راسو من متهم لمساعد إنساني. تقزيم المشكل، كيقدم القضية على أنها مجرد خلاف بسيط، شي كيقول خدام شي كيقول ما خدامش. ومن بعد طرا اللي طرا، دخلوا بعض الناس ما كانوش ساتيسفي. كيتجاهل عمدا أن القضية ماشي خلاف، ولكن هي نمط متكرر ديال الفشل والشكايات مبني على أدلة. كيوصلوني دي ميساج في انستغرام، خويا راه حنايا داكشي ما منوش. الهروب للأمام، كيقول يلاه نديرو لايف ونجيبو الطرفين. هذه طريقة باش يربح الوقت وباش يبان هو الحكم العادي اللي باغي يحل المشكل، وهو في الحقيقة جزء منه. سلوك الصفراوي تجاه النائمين في الطاحونة. الناس اللي مازالين كينشروا 24 بوست في اليوم ومازالين كيتسناو النتيجة، الصفراوي كيستعمل معاهم واحد الكوكتيل ديال التقنيات باش يبقاو ناعسين. مغالطة التكلفة الغارقة، سانكوس فلسي، كيقول لهم راك ضيعتي وقت وفلوس، الا حبستي دابا كلشي غيمشي لك زيرو. بنادم كيخاف من ديك الخساره وكيقول نكمل يمكن تصدق، وهو كيأكد ليه هذه الفكره ملي كيقول ليه الا رجعتي راك عيان. التعزيز المتقطع، intermittent reinforcement، هذه هي اللي في التقنيه ديال القمر. 99% من المحاولات ديالك كتفشل، ولكن مره وبشكل غير متوقع كيطلع لك شي بوست كيجيب شويه ديال التفاعل. ديك الفرحه الصغيره والغير متوقعه كتكون كافيه باش تعطيك جرعه امل وتخليك تكمل في الطاحونه ديما على امل الضربه الكبيره اللي عمرها غتجي. ما كانش عندي بادرة. بيع الامل المستمر، ديما كاين شي حاجه جايه في الطريق. ليفل 3 فيه سكيلينغ، من بعد غنديروا الصاص، غدا غتكون بارتناريا مع جوجل. ديما كاين شي غن وغادي باش بنادم يبقى متشبت بخيط ديال الامل الواهي. هادشي الناس بحال شي واحد كيعمر ورقه ديال التيرسي كل نهار، كيخسر 99 مره ومره واحده كيربح 20 درهم. ديك 20 درهم كتفرحو، كيقول لها هي بدات كتصدق وهو كينسى بانه خاسر آلاف الدراهم. الصفراوي هو داك مول الكيوسك اللي كل صباح كيقول ليه اليوم هو نهارك صاحبي، عندي لك شي خيل واعرين، وهو عارف بلي دوك الخيل غيجيو هما الاخرين. الخلاصه النهائيه، القصه كلها مبنيه على هندسه نفسيه ممنهجه، من عقليه البروفيسور اللي كيخطط لكل شيء، الموسيقى الحماسيه اللي كتبيع الوهم، التقنيات اللي كتخلي الناس حاصلين في الطاحونه، والمقاول بدعاءاته الواهيه بالجهل وبراءته كان هو داك البراح اللي كيجمع الناس باش يدخلوا لهذا السيرك. والتحليل ديالنا هو فقط محاوله باش نوعيو الناس ونقولوا لهم فيقوا، راه السيرك سالا والمهرج هرب الفلوس. شنو هما الحوايج اللي ما كانش خصهم يتقالوا؟ انا بغيت نعرف. الوثائق المهملة والقضية الفلسطينية، بين التحراميات والبطولات الوهمية. هنا فين كيبان الوجه الاخر ديال البروفيسور، الوجه اللي ما كيخافش يلعب في المنطقة الرمادية ديال القانون والأخلاق، وكيستغل حتى القضايا الكبارة باش يصنع لراسو واحد الهالة ديال القوة والغموض. أولا، تجارة الهويات والوثائق المهملة. الصفراوي كان كيحتاج هويات، بطاقة تعريف كثيرة باش يفتح مئات حسابات ادسنس. كما قال هو براسو في واحد الميتينغ، ما يمكنش باش نخدم بكثر من 500 حساب ادسنس بهوية وحدة. منين كان كيجيب هاد الهويات؟ الوثائق المهملة كان كينصح الاعضاء ديالو يقلبوا في المجموعات ديال فيسبوك على الوثائق المهملة، بطاقة تعريف ضايعة. هادشي ماشي غير اخلاقي، هادشي جريمة يعاقب عليها القانون، سميتها انتحال هوية واستعمالها. كيحاول يلمع هاد الجريمة بكلمة بريئة مهملة، بحال شي شفار كيسرق طوموبيل وكيقول لقيتها غير واقفة ما عندها مولاها.
مسابقة الآيفون الوهمية كان كيعترف أنه كيدير عروض وهمية لربح آيفون، والشرط هو تصيفط ليا نسخة من لاكارت ناسيونال ديالك. هادشي نصب واحتيال واضح لجمع بيانات شخصية ديال الناس واستغلالها. المدافعين عنه، المحاميين ديالو، الا جا شي واحد من المحاميين ديالو اللي هما ضحاياه في الاصل وقال هاد الشيء كان كيديروا شحال هادي دابا راه تبدل، الجواب سهل. واش تبدل فاش قال مؤخرا ما يمكنش يخدم ب 500 حساب بهويه وحده؟ واش استعمال هويه الغير جريمه عندها تاريخ صلاحيه؟ الجريمه كتبقى جريمه. هو انه كان كيشجع الاف الشباب يمارسوا هاد الجرائم وكيعرضهم للمساءله القانونيه. هادشي بحال شي فقيه ديال الدوار معروف بالنصب، وفاش كتجي شي ازمه ديال الجفاف كيخرج للناس وكيقول لهم ما تخافوش، انا البارح كنت كنتصل بالملائكه وقالوا لي باللي الشتا جايه غدا مع الجوج. هو عارف راسو كيكذب، ولكن كيستغل حاجه الناس ويأسهم باش يزيد يكبر في عينيهم ويبان هو المنقذ.